كيفكم يا بنات؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. اليوم ايش رح نسوي؟ رح نسوي كيكة قدرة قادر على طريقة ماما حبيبتي. تمام. كانت مسويتها معاكم من قبل بس رح ارجع اسويها معاكم انا مرة ثانية عادي، يعني زيادة الخير خيرين. تمام. اول شي بسم الله. انا كنت غالية حليب. تمام. بس شلت منه، يعني كنت غالية 2 لتر بس ما راح احتاج ال2 لتر، انا بس غليتهم. تمام. فشلت منهم خليت بس 3 اكواب. تمام. 3 اكواب حليب يعني كيلو الا ربع. تمام. بسم الله. الحين بدأ يغلي مرة ثانية، لازم يكون حار. راح احط ظرفين، راح احط ظرفين كريم كراميل. تمام. طبعا زي ما انتم شايفين بالصينية حطيت العسل اللي يجي مع الكريم كراميل. تمام. حطيته بالصينية من تحت. تبغوا انتوا تكرملوا سكر وتحطوه حطوا عادي، يعني ما يحتاج، يعني هذا يفرق بالغدا. تمام. راح اقلبه الين بس كذا يتجانس مع بعض ويغلي غلوة مرة ثانية وخلاص راح اطفي عليه. تمام. طبعا هذا حليب مغلي عادي. تمام. تمام يا بنات. الحين الحليب معلش الكريم كراميل غلى. تمام. اهو انا حطيت عليه كمان تمام يا بنات. راح احط الحين على السكر شو اسمه، بسم الله الرحمن الرحيم، الكريم كراميل. تمام. شو اسمه، حطيت كمان على الكريم كراميل معلقتين حليب بودر. تمام. بسم الله. بس ما تصورت هذه اللقطة معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده حسيبها على جنب لين اسوي الكيك، خليط الكيك. تمام. تمام يا بنات. حطيت 3 بيضات مع فانيليا، والفانيليا سايلة. حطوا باودر حطوا سايل عادي، هذا لون الفانيليا لا تخافوا. و3 بيضات. تمام. راح اضرب الحين. بسم الله. تمام يا بنات. لما حجم البيضة تضاعف شوية حطيت كوب سكر. طبعا لا تخافوا انه السكر كثير، لا، السكر راح يعطيها طعم متعادل. تبغوا سكر اقل يعني خلوها كوب الا ربع. تمام. وراح اضرب برضو، يعني اخفقها مع بعض مرة ثانية. بسم الله. تمام يا بنات. الحين راح احط نص كاسة زيت. بسم الله. ونص كاسة حليب، وراح ارجع اخفقهم مرة ثانية. تمام. تمام يا بنات. بعد ما خفقت الزيت والحليب هنا ايش سويت؟ حطيت كاسة دقيق مع رشة بسيطة من الملح، يعني يا دوبك ذرة كذا، يعني رشة بسيطة. تمام. 4 معالق كاكاو. تمام. ممكن تحطوه خام او محلى، بس انا ما لقيت غير المحلى يعني، بس ما راح تفرق عادي. لو محلى زودوا معلقتين يعني يصيروا 6 معالق. تمام. مع ملعقة صغيرة بيكنج باودر وبيكنج صودا. تمام. وبس كذا. تمام. راح احط الدقيق والمكونات البودرة عليها. بسم الله. اول ما احط الدقيق والمكونات البودرة ما ينفع استخدم المضرب الكهربائي، لازم استخدم مضرب يدوي. التحريك بسيط يعني، بس كذا يعني، لا تحركوا بقوة عشان لا تدخلوا له هواء كثير. تمام. راح احرك كذا بهذا الشكل لين تتمزج جميع المكونات مع بعض ويختفي البودرة هذا. تمام. وتصير المكونات متجانسة. تمام. راح اخلطها وارجع لكم. تمام يا بنات. جبت الحين الكريم كراميل. طبعا هو مسك نفسه شوية بس لسه سائل. تمام. بس سوى هذا الوجه. معلقتين الحليب البودر اللي حطيناهم خلاه شوية متماسك. لو ما عندكم لا تحطوا عادي، راح تكون سايلة شوية، وهي بالفرن راح تفصل عن بعض، يعني راح تلاقوا الكيكة دخلت جوا راح تحسبوها انها خربت، بس هي ما راح تكون خربت. هذا الخليط معانا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. راح تلاقوها امتزجوا مع بعض. لو كان الكريم كراميل سايل راح تقولوا ان هي خربت، بس لا، هي ما تخرب ان شاء الله لو سويتوا الخطوات اللي قلت لكم عليها. وهي اسمها قدرة قادر عشان الناس تقول، لان قدرة قادر تنفصل بالفرن المكونات، يعني انه الكريم كراميل احيانا يدخل مع الكيك وكذا،
وبعدين لما تيجوا تقلبوها تستوي تلاقوها انفصلت وكل طبقة لحال، فيقولوا عشان كذا اسمها بودرة قادر، يعني ما ندري، هي ما ادري، طلعنا لقينا اسمها كذا. تمام. راح احطها في صينية ثانية اكبر منها، وراح اوريكم، راح اسوي لها حمام موية حار، يعني حمام بخار او حمام مريم، راح اوريكم. تمام يا بنات، جبت صينية اكبر من الصينية اللي انا مسوية فيها الكيك، راح اجيب موية مغلية. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. احطها. بسم الله. تمام. بعدين ايش راح اسوي؟ راح اجيب الكيك حقتنا، صينية الكيكة، بسم الله اهي، راح احطها داخل الصينية الثانية. تمام. عشان يصير حواليها بخار. تمام. المهم ان الموية ما تزيد عن النص في الكيك، يعني هي اهي شايفين اقل من النص كمان. تمام. راح احطها في فرن حار، لازم تكونوا مشغلين الفرن اول ما بدأتوا تشتغلوا في الكيك، شغلوا الفرن على درجة حرارة 180 190. تمام. راح تجلس لمدة ساعة. اوكي. بعد ساعة اشوفكم ان شاء الله لما تستوي. كيفكم يا بنات؟ طبعا معليش الفيديو قطع وما عرفت اصور لكم وانا اقلبها، بس انا حطيتها لمدة ساعة في الفرن. تمام. من تحت. اوكي. ولعت عليها من تحت على درجة حرارة 200 او 180 لمدة ساعة. تمام. وكنا مسويين لها زي ما انتم عارفين حمام مائي. اوكي. طبعا ما شاء الله بعد ما طلعت هي تكون شوية الكريم كراميل سائل. تمام. فايش نسوي؟ نتركها تبرد برا. تمام. لين تصير بحرارة الغرفة، وبعدين ايش نسوي؟ ندخلها الثلاجة اقل شيء لمدة 8 ساعات. تمام. انا تركتها لليوم الثاني، بعدين قلبتها عشان اضمن 100% انه الكريم كراميل يتماسك. تمام. هي كده تصير طبقات. طبعا ما شاء الله طعمها يجنن. طبعا الجسمه الصينية ما شاء الله خلصت، تجنن، طعمها يجنن، بس قلت الحق عليكم باخر قطعتين. شايفين الطبقات؟ طبعا لو تبغوا الكمية حقت الكريم كراميل تكون اكبر من الكيكة، طبعا تقدروا تزودوا الكريم كراميل. اهو شايفين ما شاء الله الكيكة اكثر من الكريم كراميل. تمام. وغير كذا الكريم كراميل يدخل، يعني الطبقة اللي في النص تصير كيكة وكريم كراميل بس ما يبين لانه بالشوكولاتة الكيكة يعني. تمام. تبغوا الطبقة اكثر ممكن تصغروا القالب. تبغوا الطبقة اكبر معليش تصغروا القالب، يا اما تزودوا كمية الكريم كراميل. تمام. طعمها يجنن. بس اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم، احبكم مرة ومع السلامة. باي باي.